بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام مشاهدي برامج قناة القرآن الكريم من الجزائر، متتبعي البرنامج الخيري الأسبوعي والصلح خير، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. مرة أخرى نفتح وإياكم بابا من أبواب الخير عبر والصلح خير مع فضيلة الدكتور سعيد بويزري. مرحبا بك والسلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هفوة أو خطأ في التقدير، وفي كثير من الأحيان تغلب الأنانية على الإنسان وانعدام القناعة وحب الذات تكون وراء العديد من القضايا والمشاكل، إذ يسلب الإنسان إنسانيته فيقوده ذلك إلى التعدي على حقوق الآخرين. القضايا كثيرة ومتنوعة، وأيضا الأسباب كثيرة ومختلفة، ومنها ما تعلق بشهادة الحيازة. موضوعنا اليوم في والصلح خير مع فضيلة الدكتور سعيد بويزري. فضيلة الدكتور، الحيازة لغة هي الضم، أو في بعض الأحيان لأن الأمر يتطلب القوة يصبح معناها يقترب كثيرا إلى السيطرة. كيف تتجلى معاني شهادة الحيازة في الاصطلاح الفقهي والقانوني؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن قدر الله عز وجل أن يستجيب لنداء الفطرة، فكل إنسان جبل على حب التملك، والشريعة الإسلامية استجابت لنداء الفطرة فأباحت وأجازت للإنسان أن يتملك من المنقولات والعقارات ما يشاء، بل وأباحت له أن يحوز، لأنه في الحيازة أيضا إشباع لأنانية الإنسان. فيكفي أن الصغير ومنذ صغره يمتلك مثلا اللعب. ممكن يعني واحد يعني يأخذ وليده ضيف، يعني يروح ضيف عند زيارة أسرة معينة مثلا، الطفل يشوف لعبة معينة ويحوز عليها. فهذه الحياز طبعا هذا الصغير لا يعرف قواعد وأحكام التملك، بالنسبة إليه هذه اللعبة عجبته يديها والسلام. ومن هنا يبدأ التلقين. بارك الله فيك. من هنا يبدأ التلقين، وهنا يأتي دور الوالدين على أنه هذه ليست ملكا لك، لأنه ربما طغيان كما قلت في مقدمة اللقاء بارك الله فيك، طغيان هذيك الأنانية ممكن يدي الإنسان يمتلك كل شيء. فإذا قبل هذا التصرف من الصغير لا يقبل من الكبير. ولكن للأسف لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في منهجه التربوي البنيوي يبدأ يقول للصغير: يا غلام، كما ورد في الحديث الصحيح: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل مما يليك، كأنه يعلم طبعا الصغير منذ الصغر طبعا يسمي الله عز وجل، وهو يتناول هذه النعمة ويأكل بيمينه. أمة الإسلام أمة التيامن. وكل مما يليك، يتعلم الصغير منذ الصغر، منذ نعومة الأظفار، أنه يأكل غير حقه والسلام. وحنا في الدارجة نقولوا، واحد يقول: كل حقك وغمض عينك، لأنه القناعة. طيب، إذن الآن نعود إلى عالم الكبار، حيث يعني يستجيبون لهذا النداء الفطري، ولكن أحيانا بتجاوزات كما قلت، التعدي على حقوق الناس، وهذا أمر خطير. والشريعة الإسلامية استجابت إذن لملكية المنقولات ولحيازتها ولحيازة كذلك العقارات. ولكن الأصل أن هذه الممتلكات تنتقل إلى الناس وتدخل في حيازتهم وفي حوزتهم عن طريق ما يسمى بأسباب التملك. فقد يكون ذلك عن طريق العمل، سواء كان ذهنيا أو عضليا بدنيا، وقد يكون ذلك عن طريق الميراث، فشخص يرث، أو مجموعة أشخاص، مجموعة ورثة يرثون من مورثهم، أو عن طريق الهبات، وعن طريق الوصايا، وعن طريق الحبوس، أو عن طريق الأوقاف، خاصة الوقف الذري. إذن
هناك وسائل مباحة شرعا تسمح للإنسان يتملك. أمر آخر من ناحية الفقهية، طبعا في الفقه الإسلامي الحيازة في المنقولات سند الملكية، يعني يكفي أن الإنسان يحوز مثلا جهازا بين يديه أو يحوز أي شيء، نقول يكفي أنه يملكه بين يديه فهذا سند الملكية. الذي يدعي خلاف ذلك هو المطالب بإثبات ما يدعيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صار قاعدة فقهية معتمدة مقررة في الفقه الإسلامي: البينة على من ادعى أو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الأصل أن الحائز للمنقول أو للعقار هو المالك. ثم ادخل في باب آخر طبعا باختصار نترك المجال واسعا للمتصلين، باب المصلحة المرسلة. فالمصلحة المرسلة تقرر بعض الإجراءات رعاية لهذه الحقوق، لهذه الحيازة. من هذه الإجراءات التي تقرر التوثيق، وفقهاؤنا الأولون يعتمد على جملة من النصوص. من هذه النصوص قول الله عز وجل في أوائل سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقول الله عز وجل أيضا في سورة البقرة في الآية 282 بالذات من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فوسع الفقهاء في مجال التوثيق. لذلك هذه آية هي أكبر آية في القرآن الكريم كما يعلم الجميع. فداروا عملية القياس، يقول لك توثيق الديون. ما هو المقصد من توثيق الديون؟ على أساس أن كل هذه الآيات التي تدل على أحكامها لمقاصد معينة، لرعاية لمصالح معينة خاصة أو عامة آنية أو عرضية إلى أو دائمة. فيقولون أن التوثيق من مقاصده حفظ الحقوق. فكذلك الشخص المالك الحائز للعقار أو للمنقول يوثق ما يملك حفظا وحرزا لحيازته من أي عدوان آخر. هذا من الناحية الفقهية باختصار. الناحية القانونية فيها الحمد لله دائما نوجه رسائل السادة المشاهدين، نقول لهم أن كثير من المواد القانونية، نتحدث على بلادنا على الجزائر، يعني مرجعها الشريعة مستنبطا للشريعة. نعم، الفقه المالكي بالدرجة الأولى، وكذلك الفقه بمختلف مذاهبه في بعض المسائل. في هذا الموضوع بالذات تظهر عندنا مجموعة من القوانين، منها قانون ما يسمى بقانون التوجيه العقاري. هذا القانون قانون مهم طبعا، يدرسه ويدرسه ويطبقه السادة القضاة والمختصون في هذا المجال. قانون التوجيه العقاري من يوم أن صدر يعني حلت الكثير من المشاكل. نبدأ من المادة 39 مثلا. المادة 39 تسمح للشخص للحائز على العقار بالحصول على سند حيازي، سند حيازي أو ما يسمى بشهادة الحيازة، يعني سيرتيفيكات بوسيسيون. شهادة الحيازة يملكها الحائز متى؟ وهنا يدخل التقنين أو التشريع في تنظيم هذه المسألة. في القانون الجزائري لا بد أن تكون جملة من الشروط في العقار ليكون يعني صالحا لشهادة الحيازة. أولا الشرط، جملة من الشروط، أهم هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون الحائز للعقار حائزا له مدة سنة على الأقل. معناه ماشي ملكو نهار ولا نهارين ولا شهر ولا شهرين. ممكن إنسان مثلا عايش في المدينة ولا راح خدام في الصحراء مثلا، وخلى العقار نتاعو ما كان اللي يرعاه، ما كان اللي يصرح فيه، ما كان ولا شيء، ويأتي واحد ويحتله ويستولي 18 أيام يروح يخرج كواط. لا، المشرع الجزائري اشترط مدة سنة على الأقل. الشرط الثاني ألا يكون هذا العقار الذي حاز عليه هذا الحائز ألا يكون مملوكا لشخص بعقد ملكية، لأن عقد الملكية يسمح لصاحب المالك الحقيقي صاحب هذا العقد أن يتصرف ما يسمى بالتصرفات والسلطات الثلاثة التي شرحناها في اللقاءات السابقة. طيب، إذن هذا العقار إذا كان عنده عقد ملكية مملوك لشخص معين لا يمكن أن يكون محلا لشهادة الحيازة أو لهذا السند الحيازي. الشرط الثاني
لا يمكن أن يكون هذا العقار أيضا محل عقد شهرة سابق. إذا كان في شخص آخر قبله عنده عقد شهرة على هذا العقار لا يمكن أن يكون محلا لشهادة الحيازة. الشرط الثالث أن يكون هذا العقار أيضا ممسوحا خاضعا للمسح. فإذا كان ممسوح ومالكه أو صاحبه عنده دفتر عقاري انتهى، في إجراءات أيضا قانونية موجودة في المادة 19 11 12 من قانون التوجيه العقاري، والوقت لا يسمح باش نفصلوا في هذه المواد القانونية. إذا كان هذا ثم أن تكون هذه الحيازة، شرط آخر مهم، أن تكون حيازة دائمة يعني مستمرة، أن تكون حيازة مطمئنة، أن تكون حيازة هادئة. إذن حيازة هادئة مطمئنة غير منقطعة أي متواصلة. وزاد هذه الشروط ذكرناها قبل حين. فإذا كان هكذا أسكن المختص الآن إقليميا بمنح هذه الرخصة بهذه الشهادة هو رئيس البلدية المختص إقليميا، هو الذي يمنح شهادة الحيازة للحائز. الآن نروح لنقطة أخرى. الحائز ملك عنده شهادة الحيازة، واش عنده حقيقة؟ هل عنده مطلق الحرية كما يملكها الملك الحقيقي؟ الجواب لا لا لا. هو وضع عنده كما يقول وضع يد بسند، وضع يده على العقار. معذرة نعم. دكتور أقطع كلامك بالعسل كما يقولوا. نعم. الوقت الآن لرفع أذان صلاة العشاء. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. نرحب بحضراتكم من جديد ضمن البرنامج الأسبوعي والصلح خير عبر قناة القرآن الكريم من الجزائر. وكما ذكرنا موضوعنا اليوم هو سند أو شهادة الحيازة. وذكر فضيلة الدكتور منذ قليل أن المنتفع بشهادة الحيازة لا يمكنه أن يتصرف مطلق التصرف فيما يملكه. نعم. تفضل كمل. لك الفضل. نعم، الحائز على شهادة الحيازة ليس له مطلق التصرف فيما يحوزه كما يملك ذلك المالك الحقيقي الذي يحمل بين يديه عقد الملكية أو شهادة الملكية. طيب، أكيد أنه ربما السادة المشاهدون ينتظرون ما هي الآثار. في الحقيقة هناك آثار كثيرة. من هذه الآثار أن الحائز يملك كما قلت عنده السند لوضع اليد على هذا العقار. الأمر الثاني له الحق في مثلا استخراج رخصة البناء باش يبني عليها، وإن كان يكون عنده إشكال بعد ذلك فيما يسمى بالجدول الوصفي للتقسيم. هذه أيضا فيها تفاصيل قانونية ما يسمحش باش نوصلوا فيها ما يقدرش. وأمر آخر أن الورثة في حالة وفاة المورث إذا مات الحائز المورث فإن الورثة ألزمهم القانون بالقيام بإجراءات التسوية من أجل الحفاظ على حقوق مورثهم التي نالها بشهادة الحيازة، ولكن على مدار عام، يعني خلال سنة منذ وفاة المورث الحائز، خلال سنة القانون ألزم الورثة باش يديروا كاع إجراءات التسوية خلال سنة. وطبعا في تفاصيل كثيرة وردت في المرسوم التنفيذي. نحن عارفين في لغة القانون كاين ما يسمى بالقانون الذي يضع القواعد العامة والمبادئ الكبرى، ثم تأتي المراسيم التنفيذية لتبين الإجراءات التطبيقية التنفيذية للقواعد التشريعية السابقة. فالمادة 39 مثلا من قانون الشريعة العقاري نجد لها يعني ترجمة عملية إجرائية في المرسوم التنفيذي اللي هو رقم 91/254 الذي أرخ، يعني مؤرخ هذا المرسوم صدر في 27/7 يعني جويلية 1991، هو الذي يبين الإجراءات التنفيذية لتطبيق خاصة مقتضى المادة 39 من قانون التوجيه العقاري. هذه أهم المعلومات يعني في موضوع شهادة الحيازة. وإذا كان في أسئلة أو قضايا سوف نجيب بالتفصيل. ستكون بالطبع بالفعل معي بعض القضايا، وأيضا سيكون هناك مداخلات وتواصل معنا مع المشاهدين طبعا. فقط قبل هذا ولو باختصار فضيلة الدكتور، ما دمتم منذ قليل قلتم أن هناك شروط لشهادة الحيازة. ما دام أن هناك شروط للحيازة يعني أنه في حال وقوع خلافات أو شيء من هذا القبيل فيما يخص عقار يحوز عليه شخص معين، هذا يعني أن هناك أيضا شروط لرفع دعاوى قضائية. ويبدو أن هناك اتفاق أنه لابد من أن تكون المصلحة العليا هي أهم شيء عندما يفصل في هذه القضايا. نعم، أكيد. يعني موضوع العقار عموما يثير جملة من النزاعات، وهذه النزاعات قد تثار إما من المالك الحقيقي أو من الذي يحب استردادها. نعم، يعني مالك حقيقي هو يملك ولكن يعني كما يقولوا أبا عن جد، ولكن جاء شخص يحوز على هذا العقار ودار إجراءات وأشهرها بالنسبة للقانون أيضا من أجل ترتيب شهادة الحيازة لآثارها لابد أن يقوم الحائز بإشهارها على مستوى المحافظة العقارية. يعني كما يقولوا كان شبكة من كانت رسالة من القوانين وشبكة من المصالح، لازم واحد يستوعب هذا، حتى القضاة
الضباط يعني اللي يتصدوا لقضايا العقار يدركون تم الإدراك ما هي الصعوبات والعقبات التي يواجهونها ميدانيا. طيب الملك الحقيقي قد يثير هذا النزاع، يقول لا أنا ملك حقيقي ويرفع الأمر من القضاء والقاضي، وكذلك قد يثار هذا النزاع من رئيس البلدية يعني اللي هو عطشات الحيازة، ربما يحوز الحائز على هذه الحيازة على الشهادة بطرق احتيالية، وقد حصل لحالات كثيرة. يعني هناك حالات كثيرة أن بعض الحائزين يحوزون على شهادة الحيازة بطرق احتيالية. ثم كذلك ممكن يثار هذا النزاع أيضا من قبل المحافظ العقاري اللي هو عنده دور كبير، أخذا في الحسبان أن المشرع خاصة في القانون المدني أولا المادة 823، وأستحضر هذه المادة اللي تتحدث عن الحائز بمنطق معين، معنى المنطق هذا نتاع الحيازة لازم يكون يخضع ويستجيب لمقتضى المادة 823 من القانون المدني. والقانون المدني أيضا قرر ما يسمى بحماية الحيازة، يعني ألوانا من التشريعات لحماية الحيازة، ولكن هذا لا يمنع من وقوع نزاع، والمصلحة دائما العليا هي التي يجب أن ترعى في هذا المجال. وفي أيضا تفاصيل، هناك بعضهم يروح يحوز على ملكية مملوكة للدولة، يعني عقار مملوك للدولة ويدل حيازة، وطبعا بعد التحقيق يظهر بأنه ليس هذا الأمر، هذا العقار مملوك للدولة من أملاك الدولة، فبالتالي يمنع من الحصول على الشهادة. يعني في تفاصيل ربما تعرضوا لها إن شاء الله في اللقاء إن شاء الله. السابق. الحمد لله أنه عندنا التشريع الإسلامي الذي لم يترك شيء إلا خاض فيه وجعل له حلولا، وأيضا ترسانتنا القانونية التي كما قلتم تتطابق تماما مع ما جاء في التشريع الإسلامي، وإلا لكان كل فرد يحصل له خلاف فيما يخص هذا الموضوع أو موضوع آخر من المواضيع التي طرحناها، لكان يحاول دائما الاقتضاء لنفسه فتحدث الفوضى. نشرع بحول الله في عرض بعض القضايا التي وصلت البرنامج هذا إلى حين الاتصال بنا عبر الهاتف، وطبعا هناك وسائل اتصال بالبرنامج سنذكر بها بعد قليل. نبدأ إذن بأول قضية، وهي للسيد عبد الفتاح من بومرداس. يقول: تحصلت على شهادة الحيازة منذ 4 أشهر. هل يصح من الناحية القانونية الحصول على رخصة لإقامة بناء؟ نعم. قضيتك سي عبد الفتاح يعني واضحة، أجبنا عنها يعني في هذا البيان الأولي. صحيح. حينما قلنا من آثار الحصول على شهادة الحيازة على هذا السند الحيازي أنه عندك الحق في إقامة البنيان، في إقامة بناية تبني، ولكن فقط أنه الحصول على ما يسمى بالجدول الوصفي للتقسيم هنا فيه إشكال. أما بالنسبة لرخصة البناء يصح لك شرعا وقانونا في الحصول على شهادة على رخصة لإقامة بناء، ولا يمنعك مانع. نعم. إذا له الحق في أن يطالب برخصة بناء. نعم. قضيتنا الثانية من السيد كمال من العاصمة. يقول: وقع نزاع بيني وبين جاري بسبب جدار مشترك. يضيف: أردت أن أعلي الجدار كما قال، فرفض ذلك أي جاره بدعوى عدم قدرته، بل عدم قدرة الجدار على تحمل التعلية. يسأل: ما هو الحل الشرعي والقانوني لهذا النزاع فضيلة الدكتور؟ أولا نبدأ بالشريعة. شرع الله عز وجل، وتعرفوا كم الحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال جبريل، وفي رواية لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت سيورثه. وهذا الجار عايش بجوارك، يعني عنده حقوق لابد أن ترعى، لابد أن تحفظ. ثم أن الشريعة نصت على رعاية الحرمات. فإذا كان الجدار يعني غير ماهوش عالي، يعني الإنسان يعيش في حرج، ربما الجار نتاعو يعني يطل عليه،
وهكذا. فهذا الإنسان يريد أن كما يقول يدير حرمة لداره، فيريد أن يعلي الجدار. إذا افترضنا هكذا هو الجدار بهذا المستوى، وبعدين يقول لك بهذا الشكل ما ينفعش، معناه يتضرر يتأذى. وفي الشريعة الإسلامية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذاك الجار اللي منا يشكو من الأذى اللي جاء من جاره، فطبقا لهذا الحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار، وطبقا أيضا لقاعدة فقهية مفادها الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله. الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله. وأمر آخر الجواز، قاعدة أخرى، الجواز ينافي الضمان. ممكن واحد يرد على هذه القواعد بقاعدة الجواز ينافي الضمان، وهي قاعدة فقهية معتمدة أو معتبرة. نقول صحيح الجواز ينافي الضمان، ولكن قاعدة أخرى، قواعد أخرى تكبح هذه القاعدة. مادام هناك ضرر فالضرر يزال ولكن لا يزال بمثله. إذن يجوز شرعا لهذا الجار باش يعلي الجدار نتاعو، يعلي يعني يدير له كما يقولوا هكذا علو يطلع فيه. هذا هو هذا من الناحية الشرعية يجوز. ولكن من الناحية الشرعية من يتحمل تكاليف الجزء المعلى هو هذا الجار المتضرر، لأن الجدار مشترك إلى غاية هنا خلاص، يعني نتاعهم في زوج. ولكن الجدار المعلى أو الجزء المعلى يتحمل نفقة أو قيمة تكاليفه هذا الجار المتضرر. بغى يطلعوا. طيب الآن نروح من ناحية القانون. في القانون الأمر متطابق تماما. في المادة 705 من القانون تاعنا القانون المدني يقول لك يجوز يعني باش يدير تعلية، ولكن هذا الجدار طبعا يبني فوقه. هل هذا الجدار يتحمل هذه الزيادة، هذا الجزء المعلى؟ طبعا من يقرر ذلك هو الخبير. ربنا يقول فاسأل به خبيرا. فإذا كان الخبير قرر أن هذا الجدار متين قادر على تحمل الجزء المعلى، فيأتي هذا الشخص السائل اللي هو الأخ، الاسم بتاعه الأخ كمال، يعني له الحق من ناحية القانون باش تعليه، وعلى نفقتك طبقا للمادة 705 على نفقتك أنت. يعني لا تطالب هذاك الشخص الجار تقول له خلص لي النص، ما تقدر. أولا تبنيه على نفقتك إذا كان هذا الجدار يحتمل. الأمر الثاني أنت تلتزم بالصيانة وبالحفاظ على هذا الجزء المعلى، يعني تعمل على ما يحقق الحفاظ على الجدار ككل. ماهوش بناء بسيط هكذا ممكن يسقط هك ولا يؤذي، لأنه يمنع إلحاق الأذى بالجيران. وممكن وإن كان هذا غير وارد في السؤال لكن أفترضه جدلا، إذا كان هذا الجدار أصلا لا يحتمل هذه التعلية يزال نهائيا ويعاد بناؤه، ولكن يبقى دائما حتى هذاك الشخص اللي هو اللي يبنيه وحده، الشخص الجار لا يطالب بالتكاليف ويكون يعني له الحق في هذا الجزء الأول إلى غاية هذاك المستوى، يبقى دائما مشترك لأنه الأصل نتاعو كان مشتركا. فنأتي ما هو المصدر الناحية الشرعية؟ هو الاستصحاب، قواعد الاستصحاب. لذلك سمحوا لي جماعة الخير ما نقدروش يعني نديروا فتوى أو حكم وكذا إلا باستحضار جميع النصوص. هو الاستصحاب معناه سيتناكي، هذا يقول لك أنا أصلا أملك عندي الاشتراك في هذا الجدار الحائط المشترك، عندي حق، أنت أزلته زيلوا يا سي كمال ما فيش مشكل، ولكن تبنيه لذلك المستوى الذي كان مشتركا في يوم من الأيام وأنا عندي حق في ذلك، فبالتالي أملكه إلى هذا المستوى. إذا حبيت تعلي هذاك الزائد نتاعك، يعني تقريبا هذا واش نقدر نقول لك يا أخي. نقول لك هذا الجزء المعلى الذي تريد تعليته يجوز لك شرعا وقانونا لدفع الأذى وضر الأذى عنك وعن عائلتك، وهذه من مقاصد الشريعة أيضا باش يبقى دائما الجوار. لأن أختي نصير لو كان يبقى هذا النزاع غدوة كلمة يدخلوا في مشاكل. لذلك الشريعة والقانون أعطونا حلول وقائية
والوقاية خير من العلاج. نعم، اكتفي بهذا. والله فضيلة الدكتور لم تترك أي جزئية يمكن أن تطرح في هذه القضية ولم تأخذها بعين الاعتبار في إجابتك. طبعا لكل مشاهدينا والمهتمين بالبرنامج وما يطرح فيه من قضايا بإمكانكم الاتصال بنا عبر هذه الوسائط. لكل من يريد التواصل مع برنامج والصلح خير نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية: عبر البريد الإلكتروني صلح@ontv.dz أو عبر موقع الدكتور السعيد بويزري www.buizri.net. كما يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 021 37 42 87 021 37 45 64. ما زلنا متواصلين معكم بإذن الله عبر قناة القرآن الكريم من الجزائر ومن خلال البرنامج الخيري الأسبوعي والصلح خير. ونأخذ أول اتصال لهذا العدد من السيد فريد من تيزي وزو. أخي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام الأخت وشيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. فيما يخص الموضوع اختيار شهادة الحيازة موضوع مهم جدا، حيث أن المحاكم على مستوى كل الولايات تشتكي من هذا الإجراءات، الحيازة وإلغاء شهادة الحيازة. عندي مثل ما يقولوا أسئلة. تفضل بها. نحن في نزاع حول هذه شهادة الحيازة. لدينا عقد، القضية الأولى هو أنه لدينا عقد ملكية للجد جدنا، وقام أحد جدي كما نقولها نهضرها باش يفهمها الشيخ، جدي شرى أرض عند واحد السيد بكري في لي زاني 1950، وكنا نخدموها الأرض عادية نورمال، وفي غفلة جاء حفيد من عند شرى جدي الأرض دار شهادة حيازة لتلك الأرض، وإحنا ما فقلناهاش. بعد مرور شهر من خروج شهادة الحيازة قمنا بالإجراء ورحنا لعند السيد ورينا له عقد الملكية، قال لي خلاص إحنا غلطنا بإلغائها، لازم علينا نروحوا للآخر المحكمة الإدارية، وهو لم يقف في المحكمة بدون حضور المعني ولا بدون الآخر. صدر حكم، هو تعيين الخبير، وحد الآن جا الخبير وكل شيء، مازال نستنى التقرير. حبيت نشوف كيف نديروا الاخر، احنا نخاف اطري يوناني ولا يعاود السيد. حتى المحكمه الاداريه درك راهم فيها اشياء راهم يديروا شويه تماطل. هذه هي القضيه الاولى. القضيه الثانيه فقط سؤال، هذا اللي قلت عمل سند ملكيه لهذه الارض، هو حفيد هذا صاحب الارض؟ مش حفيد، لا مش حفيد، لأنه ذكرت حفيد اللي شراها عليه جدي. إذن حفيد صاحب يعني المالك الأول للأرض. المالك الأول للأرض. شكرا. هو ما الآخر ما على بالوش بليك الآخر قال لك ما على باليش بليك جدي باعها، والآخر كي ورانا له السند هو اقنع. قلنا له كيفاه كان نديروا، قلنا له اسكو الامياب يمكن تروح تلغيها الاخر، تلغي انت تلغي شهاده حيازه. سقسينا قال لك اداريا لازم انتم ترفعوا دعوه قضائيه لالغائها. احنا رفعنا الدعوه وبلغنا السيد كل شيء، لكن هو ما كلفش نفسه باش يعين محامي ولا باش يقول نعم انا غلطت في استخراج شهاده الحيازه يمكن الغائها. حتى اننا قلنا له قال لك يتهرب، لغيوها انتوما يتهرب. سي بور سا المشكل. حتى في المحكمه لو يشوف نجيب له الاستاذ، نجيب له الاخر الحكم انه لم يكن حاضر، ما جاش من باش اما بنفسه ولا بالدفاع ديالو باش يقول اي حاجه صح. هذه اما يقول انا ملك ارضي والاخر خدمتها، ما قال والو. وصدر حكم هو بتعيين خبير لمعاينه في القطعه الارضيه بس. مفهوم السؤال. تفضل. القضية الثانية التي تريد طرحها. القضية الثانية هي أنه نحن أيضا عندنا أرض، وأرض ورثة لظروف استلزم باش نبني.
درناها حيازه اللي قطعه ارض، هي ارض اجدادنا. حيازه عندنا فيه كما يقولوا عندنا حق نملكوا شويه عن التنازل بالارث. يصح لنا امورسو تاع تراب لظروف صعبه درنا شهاده حيازه باش نبني. درك حبيت نسقسي استاذ اسكو كي بنينا في هذا كي بنينا في الارض بشهاده الحيازه، البناء اللي بنيناه باغ اكزومبل ينوض عمي ولا يدير لنا الغاء شهاده الحيازه، حاله البيت هذاك واش يصرى له؟ اسكو يتهدم ولا واش؟ لكن هذا العم نتاعك اللي تتكلم عليه كان على علم بانكم درتوا شهاده حيازه واستخرجتوا رخصه بناء؟ نبني وكلش. لا عمتي وعمي كانوا موافقين وشافونا كانوا موافقين كما يقولوا. احنا بدينا في 2008 وهما رفعوا الدعوه القضائيه في 2013. في الاول كانوا موافقين ومن بعد رفعوا دعوه قضائيه بعد ما خلاص تم البناء. كل شيء والدار كملت وسكننا فيها. جاوا باش ينغيو شهاده الحيازه الاخر. مفهوم. هذا ما عندك اخي فريد؟ والسؤال الثالث هو معليش خارج شهاده الحيازه بالنسبه يمكن الاستاذ طمق قانونيا حبيت نستفسر على نسبه على الطلاق العرفي، وهو الطلاق العرفي لتسجيله. الطلاق العرفي لتسجيله. انا يمكن الاستاذ بعثت له الملف المكتب ديالو انه على مستوى المحاكم، على مستوى محكمه تيزي وزو، جدتي طلقت مع السيد ومع زوجها الاول في 43 وهي الان راهي في عمرها 89 سنه. مع الاجراءات الجديده تاع رقمنه الحاله المدنيه اتضح في 2005 انها تزوجت مع السيد الزوج الاول، تزوجت اداريا ليس عرفيا، اداريا وتم طلاقها عرفيا، ولكن على مستوى الاداره لم يسجل الطلاق. مثل ما يقولوا قمنا برفع دعوه للطلاق العرفي، حيث ان المحكمه اللي صعب ايجاد ليتم الشهود على الطلاق. جدتي راحت شهدت والمحكمه القاضيه اللي الاخر قالت لي لا يستلزم وجود الشهود. وحنا في لي زاني 1943 جدتي واش كون الشهود اللي يكونوا؟ الان جدتي راهي 89 سنه والطلاق صار في 43 وعندها ابي راه زايد في 45 وعندها اولاد عم من جدي. صافيك جدي توفى في 77. هذا هو المشكل. رانا صبنا وقعنا في مشكل منين نجيبوا الشهود. وهذه هي مشاكل الزواج العرفي وما يتبعه من اثار. لكن يبدو الاخ فريد انك ملم شويه بالمواضيع القانونيه. والله انا استاذ ودخل يا ريت قريت الاول القانون. يا ريت لانه داخل كاين مشاكل. انا نشوف حتى اني رحت لوكيل الجمهوريه قلت له بليك هاي صارت عندنا زواج صديق، يعني ان جدتي راهي تزوجت في الحرام، دونك جدتي تزوجها من قبل ما تطلق مع السيد. بارك يعني الله فيك اخي التواصل معنا وعلى ثقتك في البرنامج. سي بور سا حبيت ناكد معلوماتي باش نكون مرتاح، باش حتى لجدتي نسريها راهي حتى الان سيريحك ان شاء الله فضيله الدكتور، سيريحك ان شاء الله. صح. بارك الله فيك. شكرا. معذره الوقت فقط. سمحوا لي انتم. السلام عليكم. لا بالعكس، مرحبا بك. باي باي. معنا الاخ عبد الرحمن. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من اين تتصل اخ عبد الرحمن؟ من أقبو. من بجاية. يا أستاذ. من بجاية، مرحبا بك. لديك قضية لطرحها؟ لا عندي على كل حال نشكركم على الحصة. وعندي هدية للقناة وللحصة خاصة وباختصار إن شاء الله. معليش؟ تفضل. شوية بالقبيلية شوية بالعربية. معليش. تفضل. ميراث ويبغى نتي للين يروح أو نطط نتي لزريا. عندها يجيو النجمات عزيز في الله الدكتور سعد بويدريا. لما الطافق بتمثلين قول ربيا. كيف اللي وشبح من زيت الله تظلت سلام ربيا. تدويت نصلحوا خير. تدويت نصلحوا خير يكترجوه من كل الدائرة. عندما يبغوا يليا من كل 3 كاميرات تعذب الله. نتراجوه أقول الدائرة. ولتمثلنا مثلا الدكتور سعيد بويدريا. غاسة كمان سماياسة مغرز منيا. صغرنوسة من الليل نستقل بركان يترقرقنا أن يتريا. أكيد قبيليا. ذا شرقينا غدا غربيا ذا عربنا غدا قبيليا ذا سنتنين لله. الفرق قران غير يليا. والجيد غرس نخصرنكين ويدا ولا ربيا. إنما المؤمنون إخوة.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. كيف ربي الهبة الحكمة كستمسك لك فعرفت صاروا التقبيلي. العربية لغة القرآن وعزيز علينا، فيها نحيا وعليها نموت، نحيا بالقرآن ونموت بالشهادة إن شاء الله. حافظوا عليه أجدادنا بالزوايا، لهذا سمونا زواوة ومسجدين في كل قرية، تدرت كلها تدرت ودة. مدة 230 سنة تحت الاستدمار أشد من الاستعمار. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرومي في دنو السيف في تنبيتة غنيمة ما خلصتش الغلات ومن يلبس بنت شهداء. تقبيلي ماشي كانت ثلاث تنصليف تجديد تنفيذ وانتو ظلم في النووية ونالي وغليد القرآن. أغين غربي في الدين الإسلام، أغين غربي في الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. أتينا وين يدسلنا التميران قلت مرتنا بالغربة الدم تجيلي فاسنونا الدعاء نرغب القدرة. هذه حوت ربنا كل سمتنا غناصيران ذكمتنا دكتور سعد بويزير وابني حافظ ربي تواشدي يمكن يوكل ذنوكنيا. قل له آمين يا السامعين. آمين آمين. بارك الله فيك أخي. أتحمر كريم سليمان ربي ما كنت يخدمه الشبيح للنبي لا تظل السلام ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربي الزمان أيام دانك خسرت إلا حاشا ويدي من نخدم يجي لها موسين في الحق الصغير يجي نجان أتكن قارن جوز النار مجد الحمد لله مظلم استغفر الله فالنار. أخي عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. معذرة الوقت لا يسمح بأخذ كل هذا الوقت في المداخلات. أنا ما فهمته وما تم ترجمته لي عبر هذه السماعة من طرف زملائي أنك كنت تمدح في الحصة ومن خلالها فضيلة الدكتور سعيد بويزري ووصفته ووضعته في منزلة العلماء الذين ينيرون لنا الدروب، وهذا طبعا شهادة كل من عمل ويعمل مع فضيلة الدكتور. تفضل دكتور، عندنا ربما رد على ما قاله أخ عبد الرحمن من بجاية وأيضا قضية فريد من تيزي وزوية. في الحقيقة 3 قضايا. نعم. والأخ عبد الرحمن نقول لك جزاك الله خير على هذه المشاعر. نسأل الله عز وجل أن يحفظك ويحفظ جميع المسلمين والمسلمات وأن يجعلك ويجعلهم جميعا من أعلام الهدى ومن مصابيح الدجى. نشكرك على هذه المشاعر، نبادلك نفس المشاعر. أخي عبد الرحمن أخويا يعطيك الصحة، كي بارك ربي كي جعل ربي إن شاء الله ذا ذرهم ما كنقارني في قبيليث كي جعل ربي ذا ذرمي بعد في لك الهموم يا كاين دمي كان إن شاء الله غير جعل ربي عند حسن الظن. البرنامج في خدمة المجتمع وخدمة المجتمع شرف، وربي يحفظك أخويا عبد الرحمن. كي بارك ربي سفرا قد في كياض المثولة قد في كياض ياكل معاني ياكي ان شاء الله يوظن ترى السامعين يوظن ترى وقاد يتوالين ثلاث ولت ليلا وناكي كيف ربي السر اللي سرك جزاء ربي الخير. ما سمسا دابر نص غير جعل ربي كان ان شاء الله نعيش دي السر ألما نبض يرفسنا ربي سبحانه. نسأل الله حسن الختام للجميع. ربي يسلمك. الأخ فريد. الأخ فريد سيدي، أولا فعلا نؤكد أنه كثير من القضايا الآن راهي مطروحة على مستوى أروقة المحاكم، هذه عندها علاقة بالعقار وبالذات بشهادات الحيازة. طبعا هناك مشاكل كثيرة تثار، هناك دعاوى ترفع من أجل إبطال وإلغاء شهادات الحيازة قضائيا. الآن نروح مباشرة القضية نتاعو. أولا قال لك نحن في نزاع وحكى لنا أعطانا معطيات العقد ملكية للجد وبعدين نشرها هكذا من 1950 خمسينيات، وهذا اللي دار عقد أو شهادة الحيازة. احنا قلنا قبل حين يا سي فريد أخويا العقار المراد يعني الحيازة عليه لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كان غير مملوك، ما عندوش مالك حقيقي. إذا كان عنده عقد ملكية فلا محل لشهادة الحيازة. إذا كان عنده عقد شهرة أيضا، وإذا كان هذا العقار ممسوح عنده دفتر عقاري عنده ملاك خلاص. والآن هذا العقار هو عنده عقد ملكية، وعقد ملكية سند
يسمح لصاحبه أن يتصرف في هذا العقار بجميع التصرفات أو ما يسمى بالسلطات الثلاث. لذلك أحيانا تكون غفلة والناس يديروا شهادة الحيازة. وقد قلنا أن مدة عام، يعني كاين من الناس اللي يخلي أرضه ما يشوفهاش 4 5 6 سنوات، خاصة اللي مش عايشين في ذلك المكان. حتى هو قال في غفلة. ولذلك نقول للناس، يعني كما قلنا في مقدمة اللقاء، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكل مما يلي، كما ذا كل واحد يأكل حقه، لا عبد ذي لحقي سوى ذي قنت طيس. ولذلك القناعة هذه هي تخلي الإنسان يعيش في سلام وفي أمن ولا يعتدي على حقوق الناس سواء منقولات أو عقارات. ولكن بعض الناس للأسف يعني يستغلوا ويستثمروا الغفلة نتاع المالكين الحقيقيين ويدير إجراءات سريعة طبعا مدة عام. نحن نعلم بأن البلدية تجري تحقيقا، تسأل توسع دائرة التحري باش تشوف، تسمع الشهود، تسمع الناس إلى آخره. ولكن أحيانا إذا كان ذاك العقار ما يخدموش مولاه يعني ممكن حتى الشهود الشهادة نتاعهم ماهيش حقيقية حقيقة، يعني ليست فعلية، ويقول باللي ما على بالناش هذا العقار، ما على بالناش. أقول أكثر من ذلك، بعض الملاك تلقاه هو يعرف الحدود نتاع أرضه، ولاده ما يعرفوش، حفاده ما يعرفوش، أليس كذلك؟ يقول كلام على بالنا، خاصة الذين تخلاوا عن القرى وعن يعني قراهم الأصلية وراحوا هاجروا إلى أماكن أخرى. لذلك الآن طبعا الطريق القانوني لإلغاء شهادة الحيازة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية. والشيء المؤسف المحزن هو ما حضرش. المفروض ما دام على باله خلاص شاف عقد الملكية، المفروض يرضخ، المفروض يتعاون معكم من أجل استصدار حكم قضائي بإلغاء شهادة الحيازة وتعود المياه إلى مجاريها. هذا هو المفروض، ماشي يغيب وما يحضرش وكذا وكذا، أو لا يدير نوع من أنواع التهرب. المهم مادام المحكمة عينت خبيرا، إذن اطمئن يا سي فريد أخويا، هذه ماهيش الأولى ماهيش الثانية. المحكمة ستنصفكم وتعيد العقار إلى ملاكه الحقيقيين، فمسألة وقت فقط. بالنسبة للتماطل ذكرنا في يوم من الأيام سي فريد، وجهنا هذه الرسالة لإخواننا القضاة، وطبعا بكل حب وبكل أخوة، وقلنا للجميع الشر أنواع الظلم، العدالة البطيئة. يعني ماذا بك الفعل، ولكن الشيء من باب الإنصاف، وربنا يقول في القرآن لا تبخسوا الناس أشياءهم. نلاحظ تطورا نوعيا، يعني تحسنا كبيرا في القضاء الجزائري، في السرعة في التعامل مع القضايا وفي إصدار الأحكام النوعية هكذا. يعني هذا أمر ملاحظة يمكن إنكاره. ربي إن شاء الله يجزيهم خير جميعا، ويتعاون الجميع من أجل بناء صرح العدل والعدالة في البلاد، لأن السلطة القضائية مع احترامنا وتقديرنا جميع السلطات، ولكن السلطة القضائية هي آخر حصن يعود إلى الإنسان إذا ظلم، فلا بد أن يأخذ حقه سريعا وبشكل فعال. نعم، لذلك هذا يطمئن يا سي فريد أخويا مادام تعين خبير إن شاء الله. فيما قال بما أن هذا الإنسان اللي كان عنده شهادة الحيازة في كل مرة يغيب على الجلسة، هل يمكن أن يصدر الحكم يعني غيابيا؟ يمكن يصدر الحكم، نعم، بعد ما المحكمة عينت خبير، والخبير يدير خدمته ويتأكد من صحة الملكية، نعم، من خلال النظر في الوثائق الثبوتية وتقرير الخبير، يعني بناء عليه القاضي سيصدر حكمه بإلغاء شهادة الحيازة. يطمئن سي فريد قضية وقت إن شاء الله، ولعلنا نلتقي إذا حبيت يعني يوم الجمعة القادم إن شاء الله في استقبالات بعد الصلاة في المسجد العتيق. مرحبا بك، ونلتقي ونتحدث مطولا. نعم. ربي أجرك. أيضا طرح قضية أخرى، قال لدينا أرض ورثة رخصة الحيازة البناء، لأنه طرح عمه وكذا. نعم. في الحقيقة العم والعمة، الأخت نصيرة سألاتك يعني هل هم على بالهم يعني بهذا؟ قلت أجبت أنه على بالهم وموافقين. فلا أدري إذا كان الإنسان يعني على باله أنه عندكم شهادة حيازة، وطبعا وشهادة حيازة طريق قانوني ميسر للحصول على رخصة البناء. يعني أعلم أنه كي درتوا هذا الإجراء باش يتيسر الأمر، سيرا كرسي كما يقولوا، أخسر طريق لتحقيق هذا المقصد نتاع البناء. وبعدين هم على بالهم عندكم رخصة شهادة الحيازة، عندكم رخصة البناء. المفاجأة أنه كيفاش الآن
جاتهم باش يلغيوا أو رفعوا دعوة قضائية لإلغاء شهادة الحيازة. نقول لك سي فريد إن شاء الله نتلاقاو ولعلنا هذا الحل نحلوه وديا إن شاء يا الله. خير ربي قال والصلح خير إن شاء الله تفرق بالخير إن شاء الله تعالى. أحيانا الإنسان يغفل هكذا وربما لظروف معينة. أحيانا الأولاد يجي أولاده يضغطوا عليه يقول لازم ترفع دعوة وكذا وكذا وعلاش ما شوروكش وعلاش ما كتبوكش وعلاش. أحيانا يكون سوء تفاهم بين أفراد الأسرة الواحدة هو اللي يخلي ربما بعض السلوكات وبعض التصرفات يعني تحصل أو تصدر من الناس. إن شاء الله نشوفوا كيفاش نتعاونوا سي فريد من أجل إيجاد حل ودي لهذه القضية وتكمل البناء تاعكم بشكل عادي تماما وما عندكم حتى إشكال إن شاء الله. القضية الثالثة التي طرحها لا علاقة لها بالموضوع المطروح اليوم. لا أدري إذا كنت ستجيب الآن أم ستنتظر عند لقائه. معلش ربما نجاوبها لكم باختصار يعني. باختصار. طبعا المكالمات الأولوية إذا كان في مكالمة ما كانش مكالمة لحد الآن. طلاق العرفي. شوف سي فريد لو كان ترجع إلى الزواج المغفل يعني موجود يعني يتسجل رجل تزوج مع المرأة وما عندهمش عقد. إذا كان تزوجوا في 1950 ولا 1930. طيب بعد ذلك بعد 50 60 70 سنة هل يمكن تسجيل هذا العقد بأثر رجعي؟ الجواب نعم. حتى القانون تاعنا قانون 411 اللي هو قانون الأسرة في المادة 22 اعتبرت مثل هذا العقد اللي تم وفقا للشريعة الإسلامية أو وفقا للفاتحة هو عقد مغفل، أي هو عقد شرعي ولكنه لم يسجل لدى الحالة المدنية فقط. إذن ما هو الحل؟ هل لا نقر بهذا الزواج؟ لا، بل هذا الزواج شرعي مشروع يرتب جميع آثاره والنسب يتحقق وكذا وكذا. ولكن الآن كيف يسجل؟ يسجل عن طريق القضاء، يعني عبر القضاء بارفوا جيستيس، بمعنى أن المعنيين سواء الزوج والزوجة أو واحد منهم إذا كان أحدهما مات عن طريق اللفيف أو عند وفاة الاثنين وفاة الزوجين يأتي الأولاد أو من له مصلحة باش يرفع دعوى قضائية إلى المحكمة المختصة إقليميا لاستصدار حكم بالزواج بأثر رجعي يعود التاريخ الحقيقي للزواج. علاش قلت لك هذا الكلام؟ باش ننزلوا على هذا الموضوع. والطلاق أيضا، طلاق وقع، جدك طلق جدتك في 1943. طبعا في هذاك الوقت سنوات مرت، يعني سنين عقود من الزمن، ما كاين شهود الآن. كاين حاجة في الشرع اسمها الشهادة بالسماح. الشهادة وهذه عندها أصل في الفقه الإسلامي، بمعنى إذا كان أنا وأنت الآن سمعنا هكذا الناس يتناقلون الخبر أن فلانة طلقت من زوجها الأول وتزوجت بجدك وعندها أولاد، خلاص لأنه من الجهر بهذا الطلاق. نعم، والقاضي إذن والقضاء سيثبت هذا الطلاق، لازم. وتثبت ويثبت عن طريق الطلاق بالسماع، عن طريق الشهادة بالسماع. لماذا؟ لأنه اشتراط حضور الشهود الآن مستحيل، ماتوا، شكون اللي يشهد؟ فبتبقى هكذا المرأة. وإذا عدم الإقرار بما ذكرته الآن يعني بمفهوم المخالفة أنه جدا نتاعك تزوجت بطريقة غير شرعية. وطبعا هذا محال، الحمد لله مسلمون والحمد. ثم أن الأصل في المسلمين حسن الظن، إذا نقولوا أن نحسن الظن. وبكري يا سي فريدة ويتزوجون بلا كاغط ويطلقون بلا كاغط ويبنيون بلا كاغط ويشريوا بلا كاغط. ودور الزمان هذاك اللي الله يا ربي الله، هذاك الزمان عند أولسان زال. درك الآن يقول لك الثقة في الوثيقة، درك بالوثيقة ويدير فيك العجب. بالوثيقة وما يسلمش الإنسان. ولكن احنا حبينا ماذا بك القيم ترعى بالكلام. رجل طلق زوجته في 43 انتهى، راهي معودة عودة زواج الآن فعليا، راهي متزوجة برجل آخر اللي هو جدك وعندها أولاد، انتهى. معنى القضاء لابد أن يستجيب لهذا الأمر ويثبت هذا الطلاق. وطبعا عند اللقاء إن شاء الله نفصل في الموضوع إن شاء الله. علينا فقط بحسن الظن حتى نبتعد عن كل هذه الخلافات. نأخذ اتصال آخر من شفيق من العاصمة. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي شفيق من العاصمة. نعم. تفضل معنا، عندك قضية تطرحها؟ على كل حال نشكركم على الاتصال. العفو، لا شكرا لك. الله فيكم. وعندي واحد سؤال بسيط حبيت نطرحه على فضيلة الشيخ. تفضل.
شريت قطعة أرض. أنا ساكن هنا في العاصمة، شريت قطعة أرض في البلاد شوية تاع جاية. شريتها بثمن يعني بسيط، وكما بالكم على الله كاين كاع برنامج عادل هذا تاع 2013. حبيت نعرف برك اسك الشهاده السلبيه هذه اسك طافي شيء يكون يعني باللي عندي تراب في البلاصه الفلانيه. هذا ما كان يعني راك خايف إلا تكون مسجل ان عندك حبيت نعرف برك اسك في شيخ اسك شهاده سلبيه تقول باللي عندي تراب في البلاصه الفلانيه بهذا شهاده. لكن انت يهمك انه تخرج انك مسجل عندك قطعه ارض ولا ما يهمكش؟ انا بروسيسيون خلاص عندي. حبيت نعرف برك اسك تخرج شهاده سلبيه. رايح يجاوبك فضيله الدكتور، يعطيك الصحه. شكرا. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. العفو. ناخذ ايضا اتصال من الاخت سميره من بجايه. سميره معنا، سميره من بجايه. يبدو أن الاتصال انقطع، ربما ستعاود الاتصال بنا لطرح قضية من القضايا المتعلقة بالموضوع المطروح اليوم، وهو سند أو شهادة الحيازة. تفضل دكتور في الإجابة على الأخ شفيق من العاصمة. نعم. الأخ شفيق، أولا هذه الشهادة التأسيس السلبية سيخرج كل ما تملك. لماذا؟ لأنه والحمد لله هذا النظام الجديد على المستوى المركزي، باش انت تعرف يا سي شفيق اخويا صارت تجاوزات كثيره. كاين الناس اللي ما عندهمش سكنات وهم كثيرون، ضاعت مصالحهم، بل هناك من ضاعت امالهم، بقى مسكين حتى اللي مات ولا كذا. وكاين من الجهه الاخرى كما قال الامام علي بن ابي طالب، يقول لك ما زاد عند كذا كذا راه نقص عند الآخرين، معناها يفقد التوازن. كاين الناس اللي عندهم ممتلكات عقارية لا حصر لها وسكنات مغلقة لا يستفيد منها أحد، وفي المقابل كاين أناس للأسف الشديد لا يملكون شيئا. الأدهى من هذا أن هؤلاء يطمعون في بعض الأحيان حتى في حقوق هذا الناس. بارك الله فيك. بغيتني فرصة تعليق الأخت نصيرة المهم جدا باش نقول لنا جميعا فلنتقي الله عز وجل. لازم يكون عندنا القناعة، يعني إذا كان واحد عنده سكن يأويه يكفي، مش كل فرصة يعني تديرها الدولة أو يعني مباشرة نجد طوابير كبيرة جدا وتنافس رهيب. تلقى واحد راه في غاية الراحة يملك ربما ساكنة أو ثلاثة، واحد يسكن الآخرين فارغين ويجري يخمم، يقول لك الولادي الحفادي كما قال أحدهم، قال كان خمم الحفادي. يا سبحان الله العظيم وبحمده. كان اللي عايش الآن راه عنده 40-50 سنة ومسكين، لا زواج ولا شيء ولا دار لا دوار كما نقولوا، ولكن هو محشور مع خاوته داخل ربما شقة نتاع ضيقة جدا، ويطمع باش ياخذ عقارات أخرى وسكنات أخرى على حساب المحتاجين. نقولوا للجميع طبعا، نخاطب ضمير كل الناس، نقول اتقوا الله عز وجل، يكون عنده القناعة وما تنافسوش هؤلاء. ماذا بك يجي نهار إن شاء الله يعني كل الجزائريين عندهم سكنات ومرتاحين، لأن الضغوط الاجتماعية تؤدي في النهاية إلى حصول وآفات كثيرة مترجمة في العنف وبأشكاله المختلفة والتزوير وهكذا. ولغة اللعب شطرتك هذيك والله غير كارثية. ذاك يا أخويا هذا النظام الجديد يعني نثني عليه وندعو بالتوفيق إن شاء الله باش ينجح. كل واحد يخرج يعني واش يملك من عقارات، واش يملك من، لماذا؟ تحقيقا للعدل على الأقل في جانبه الكبير. نسأل الله ذلك سي شفيق. وإذا كان تحتاج أكثر يعني ممكن تتواصل معنا عن طريق التواصل عن طريق المكتب ونفيدك بتفاصيل أكثر إن شاء الله. لو كان فقط الإنسان كل فرد منا يحصي أن القناعة كنز لا يفنى، لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن. الشافعي الله يرحمه يقول إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت وملك الدنيا سواء. نعم. بارك الله فيك دكتور. من بين القضايا أيضا التي وصلت البرنامج والمتعلقة بموضوعنا اليوم قضية زينب من الطرف. تقول: مات والدي تاركا أما وزوجة وبنتا
وأختا شقيقة و3 بنات ابن، ما هو نصيب كل وارث من تركة المرحوم؟ هذا هو سؤالها. طبعا هي قضية في الميراث، ولكن عندها علاقة بالموضوع ولو بشكل غير مباشر، لكن لأنه في أغلب الأحيان شهادة الحيازة متعلقة بالعقارات الموروثة. نعم صحيح. الأخت زينب بن الطرف، وطبعا في كل مرة تطرح علينا قضية فريضة يعني نطالب السائل أو السائلة بحمل سيالة يعني قلم مع ورقة لكتابة على الأخت نصر، لأنه أحيانا الناس يخطئون سدس ثلث وكذا وتروح له وبعدين يقول سمعت وكذا، وبعضهم حتى يطالبون بالشريط يعني باش يشوف الإعادة. أنا إذا طولت شوية باش نعطي لها فرصة تدبر قلم، أعطي لها قلم اللي راهم ثم وتكتب. طيب إذن الفرضة كالآتي: مادام قلت الوالد الله يرحمه ترك أما، يعني ترك يماه، وطريقة طرح الموضوع بهذا الشكل ممتاز. خاطر كنت تقول لي خلى جدتي، يعني أنت على بالك جدتك، ولكن أفضل نعطيه الورثة بالنسبة للمورث. إذن والدك رحمه الله وترك أما، يعني ترك أمه، وترك زوجة يعني يماك، وترك بنتا اللي هي أنت، هكذا أنا نفترض، وثلث بنات ابن، معناتها الابن هذا مات وخلى 3 بنات، وترك أختا شقيقة، وطلبتي ما هو نصيب كل وارث. طبعا أي سؤال ممكن تحبسيني الأخت مدام. الآن كتبي معك. نبدأ بالأم. الأم يا الأخت زينب ترث السدس، 1/6، 1/6، 1/6. طبعا فرضا، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث، هذا هو التعليل الشرعي لهذا النصيب. الزوجة ترث الثمن، زوجة المورث ترث الثمن، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت و3 بنات ابن. والبنت الصلبية مادام كانت بنت واحدة ترث النصف، نصف الميراث لانفرادها أولا، هذا السبب الأول. السبب الثاني لعدم وجود عاصب، لو كان هناك عاصب ما هوش هذا ميراث، مادام وحدة ترث النصف، لقوله تعالى في القرآن الكريم في أوائل سورة النساء في الآية 7 بالضبط، يقول وإن كنا نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إذن هو النصف. و3 بنات ابن. وننبه السادة المشاهدين، لو كان ما نقدروش نورثوا 3 بنات الابن بالطريق العادي نلجأ حتما إلى قواعد التنزيل، ولكن مادام يورثوا بطريق طبيعي هنا يورثوا السدس. علاش السدس؟ تكملة للثلثين. أعيد قراءة الآية: فإن كنا نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. ربي قال نساء، ما قالش بنات ولا نساء، والبنات الابن يكملوا النصيب باش يوصلوا الثلثين يعني بالنسبة للبنت. طيب إذن 3 بنات ابن يورثوا السدس هكذا. الشيء اللي بقى يروح الأخت الشقيقة باعتبارها عصبة مع الغير. نعاودك الفريضة: الزوجة ترث الثمن لانفراد كما قلت لعدم وجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث ترث الثمن. الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث. الأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث. البنت ترث النصف، و3 بنات ابن يورثوا عن طريق ميراث السدس، يعني يديو مقدار السدس. الآن أصل المسألة تلقى 24، خاطر مادام فيه الثمن وفيه السدس بالضرورة لازم يكون أصل المسألة هو القاسم المشترك الأصغر بلغة الرياضيات. القاسم المشترك الأصغر هو 24، ثم تاع 24 هو 3 بالنسبة للزوجة. الأم عندها السدس، معناها سدس 24 معناها 4، والبنت عندها نصف 24 معناها عندها 12 سهم. بالنسبة 3 بنات ابن عندهم السدس، سدس 24 عندهم 4. كي نجمعوا 3 نتاع الزوجة ونجمعوا 4 نتاع الأم ونجمعوا 12 نتاع البنت 12 سهم، ونجمعوا 4 نتاع 3 بنات الابن، نلقاو المجموع 23. 12 زائد 4 يساوي 16 زائد 4 يساوي 16 يساوي 20 زائد 3 اللي نتاع الزوجة صافي 23. 24 اللي هو أصل المسألة ناقص 23 عدد أسهم الورثة، يبقى 1 يؤول حتما إلى الأخت الشقيقة التي تعصبت مع الفرع الوارث المؤنث، فصارت في مقام الأخ الشقيقي إرثا وحجبا. إذن
ها وفريناها. صافي الزوجة عندها 3 أسهم، 4 للأم و12 للبنت و4 البنات الابن، والأخت الشقيقة عندها سهم. ولكن حبس كاين مشكلة وراء المشكلة، صبري معي الأخت زينب. كاين ما يسمى في الفقه، في فقه الفرائض، ما يسمى بالانكسار. وين كان الانكسار؟ ناخذ عدد الأسهم ونقسمهم على عدد الرؤوس. عدد الأسهم فيها 4 بالنسبة ل3 بنات ابن، وهما في 3. نقول تقسمي 4 على 3 يساوي 1 فاصل، يساوي 1 فاصل. إذن هناك إشكال بلغة الميراث، نقول هناك انكسار. انكسرت هذه المسألة، إذن لا بد من تصحيح. فكيف تصح هذه المسألة؟ لابد أن تجبر بضرب عدد الرؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة. لماذا؟ لأن العلاقة بين عدد الرؤوس وعدد السهام هي علاقة تباين، وعلاقة التباين تقتضي ضرب هذا في هذا، يعني ضرب عدد الرؤوس المنكسر عليهم نضربها في أصل المسألة القديم اللي هو 24. كي نضربوا 3 في 24 تلقى 72. إذن هذا هو الأصل الجديد الذي نتعامل معه بعد تصحيح المسألة. الآن خرجوا الأسهم الجديدة بالنسبة للأصل الجديد. الزوجة عندها 3 مضروبة في 3 9. إذن الزوجة ترث 9 أسهم من أصل 72. والأم عندها 4 سابقا مضروبة في 3. علاش ضربهم في 3؟ يعني في العدد الذي صححت به المسألة. 4 في 3 يساوي 12 من أصل 72. والبنت عندها 12 قديما من الأصل القديم مضروبة في 3 يساوي 36 سهما من أصل 24. والأخت الشقيقة صاحبة السهم الواحد مضروب في 3 يساوي 3. المجموع معنى الزوجة عندها 9 أسهم من أصل 72، والأم عندها 12 من أصل 72، والبنت عندها 36 سهما من أصل 72، وثلث بنات ابن عندهم 12 من أصل 72. 12 هذه مقسومة على 3 يساوي 4 للواحدة باش نكملوها 100%. والأخت الشقيقة ترث 1 مضروب في 3 مع 3 من 72. كي تجمع كاع الأسهم الجديدة تلقى الأصل الجديد تماما. إذن هذه هي الفريضة نتاعك يا الأخت زين. إن شاء الله تكون سجلت. نعم. لأنه الأمر معقد. ولا تعودها في الإعادة غدوة إن شاء الله تعودها. في الإعادة تعود تبع إن شاء الله. في الإعادة إفادة. بقى لنا من الوقت بعض الدقائق فقط فضيلة الدكتور. نحاولوا نجيب إن شاء الله على قضية السيدة فاطمة. قالت بعد وفاة زوجي رحمه الله، يعني قال تربايبي أغلقوا علينا أنا وبناتي باب المطبخ وحرمونا حتى من الدخول إلى الحمام، فإلى من نتجه وكيف نتصرف معهم ونحن لا نملك أين نذهب، يعني لا ملجأ لهم. الأخت فاطمة واش نقول لك، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت أرملة مات زوجك وخلاك أنت مع بناتك، ويجيو الربايب ويديروا هذا الأمر، يمنعوك من المطبخ ومن الحمام. هذه مخالفة شرعية ومخالفة قانونية ومخالفة أخلاقية. لذلك نقول لك كيفاش دير، يعني دائما حندعوا للصلح ونقولوا ودي شوفي العائلة، شوفي ناس كبار، شوفي العقال، وما يدخلوا باش يبصروهم، يقولوا اتقوا الله خافوا ربي. وكيفه إذا كان هذا تعذر دائما نقولوا الكي آخر العلاج. إلا ما كانش تروحي القضاء، تروحي القضاء، لأنه أكيد ربما هما داروا هذا الشيء لأنه يقول لك احنا على الشيوع عرنا في الانديفيزيون وكذا، ويتقسم الميراث وفقا للشريعة. ولكن ننصح بالآتي: قبل ما يتقسم الميراث ما يلزمش واحد يدير هذه التصرفات نتاع الإزعاج ونتاع العنف ونتاع ما ينفعش. يا سيدي ما عجبكش الحال، حبيتوا تخرجوا من الشيوع، ما كاينش مشكلة، قسموا هذا الميراث وغيره من المواريث اللي خلاها المرحوم، وقسموها بطريقة شرعية، والسلام عليكم وعليكم السلام، وتفر المشكلة. علاش ديروا هذا العنف وكذا والمشاكل وهذا؟ يعني المرة اللي فاتت كنا نقولوا نستنكر على الناس اللي قطعوا طريق، ودرك انتم دخل هو طريق للحمام وطريق للكوزينة ويعاش. ما هذا
يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول طبعا هذه حالات شاذة، ولكن لابد أن تعالج من ناحية الشرعية، من الناحية العرفية والدين، إلا ما كانش كاين القضاء. نعم. ربي يهديهم إن شاء الله. عندنا واحد القضية تاع واحد السيدة كان من المفروض نبثوها في الأسبوع الماضي، لكن تعذر على ذلك. تقول سأحاول أن أختصر رسالتها. أنا السيدة فاطمة الزهراء من عنابة، عمري 55 سنة، متزوجة لمدة 35 سنة، أم ل5 أولاد، وهي الآن تعيش منفصلة عن زوجها، وهذا لمدة 10 سنوات، وهما في غرفة منفردة. تقول زوجي لا يصلي ولا ينفق علي، فهو لا يعمل، بل يريد حتى لا يريد أخذ منحة التقاعد من عمله السابق انتقاما مني. تقول رفعت دعوى الطلاق، لكنني تراجعت لأنه ليس لي أي ملجأ، ولا أستطيع أن أترك ابني الصغير المعاق ذهنيا. وكاين جملة قالتها نشكرها عليها: أنا قبلت هذه المعيشة إذا كان الله راضيا عليه. وقت فاطمة الزهراء ربي يرضى عليك، ربي يرضى عليك. عندك أولاد الله يبارك، عندك 5، وواحد منهم معوق، يعني يحتاج إلى خدماتك، يحتاج إلى رعايتك. وهذا الزوج نقول له يعني ربي يهديه. واش نقول له؟ ربي يهديه. إذا كان ما يصليش يا وصلت عماد الدين، ربي يهديه وما يخدمش، وزيد حتى المنحة ما ياخذهاش نكاية باش يعني يضركم. تكي على ربي سبحانه، تنازلي عن هذا الدعوة القضائية نتاع الطلاق، لأنه قادر تجيبيه بكل بساطة. تروحي المادة 54 تجيبيه، وحتى المادة 53 بالنسبة للطليقة والتفريق القضائي تجيبيها بسهولة. ولكن ما دام درتي هذه النية ربي يكون معاك وربي يرعاك. نقول لك حكمة عطائية، يقول لك انت ابن عطاء الله، من وجد الله فماذا فقد. كوني مع ربي وربي يكون معك. رعاي هذا اولادك هذون، ربي ما يخليكش ان شاء الله. وكاين المؤمنين يقوموا بك ان شاء الله ويرعاوك ويحسنون اليك ان شاء الله، وربما هو يهديه ربي سبحانه في يوم من الايام وتعود المياه الى مجاريها. هذه نصيحتنا يا الاخت فاطمه الزهراء، ثبتي ربي يكون معك ان شاء الله. عليها بالصبر. نعم. والصبر كما يقال مطية لا تكبو. نعم. إن شاء الله ربي يقدرها وربي يهديه وربي إن شاء الله يحل الأزمة تاعهم. فضيلة الدكتور، كنت أود أن أطرح قضايا أخرى، لكن الوقت لم يسمح بذلك. لنا إن شاء الله موعد آخر دائما من خلال والصلح خير مع فضيلة الدكتور سعيد بويزري. شكرا لكم على كل هذه التوضيحات والإجابات على الأسئلة المطروحة والقضايا المطروحة، وشكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.